في أوقات كتير في حياتنا بنحس إننا محتاجين ندوس على زرار الريستارت، كأننا عاوزين نبدأ كل حاجة من أول وجديد. إحساس إن الواحد تايه أو مش في مكانه وعايز تغيير بجد. بس السؤال اللي دايما بيحيرنا كلنا هو أبدأ مني؟ طيب، خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا في الأول. فكرة إن حد بيبدأ من الصفر تماماً دي مش حقيقية. كل واحد فينا شايل معاه خبرات وتجارب وحتى الغلطات اللي عملها. كل ده مش صفر، ده رصيد. القصة كلها مش في إن الواحد بيبدأ وهو معاه إيه، لأ، القصة كلها في إنه بيكمل. وعشان كده في الكام دقيقة الجايين هنمشي مع بعض على خريطة بسيطة، 5 خطوات بس ممكن تساعد أي حد فينا يبدأ رحلة التغيير دي صح. أكبر حاجز بيقف قدام أي حد عايز يتغير هو الخوف من البداية نفسها. الخوف من أول خطوة دي هو اللي بيخلينا متجمدين في مكاننا. دايماً بنبص على الهدف النهائي الكبير قوي، وننسى إن أي مشوار مهما كان طويل بيبدأ بخطوة. طب يا ترى إيه هي الخطوة دي؟ السر كله موجود في الجملة دي: ابدأ صغير، صغير لدرجة إن عقلك الباطن ما يعرفش يقاوم. في قاعدة بتقول خلي الموضوع سهل قوي لدرجة إنك متقدرش تقول لأ. المقاومة الداخلية دي هي أكبر عدو في الأول، والطريقة الوحيدة عشان نتحايل عليها هي بالبساطة الشديدة دي. يعني بدل ما نقول هنقرأ كتاب كامل، لأ، هنقرأ صفحة واحدة بس. أو يا سيدي هنقرأ لمدة 5 دقايق بس. بدل ما نقول هنروح الجيم ساعة، لأ، هنعمل تمرين ضغط واحد بس. الفكرة هنا مش في حجم الإنجاز، الفكرة في إننا نكسر حاجز الخوف من الفعل نفسه. قبل ما نغير أي حاجة في عالمنا الخارجي، لازم نغير حاجة أهم بكتير جوانا، وهي طريقة تفكيرنا. في المرحلة دي، النجاح مش فلوس ولا شغل جديد ولا أي حاجة مادية. النجاح الأول هو القرار اللي بيتاخد جوه، إن في تغيير هيحصل. هو الالتزام الداخلي ده اللي محدش بيكون شايفه غيرنا. يعني النجاح الحقيقي هو بناء العقلية اللي بتعرف إزاي تصنع النجاح. لما الواحد يقرر إنه هيتعلم ويفهم ويطور من نفسه، ده في حد ذاته أكبر نجاح ممكن نحققه في البداية. عشان نبني أي حاجة جديدة، لازم الأول نفضلها مكان، بالظبط زي ما بننظف مكان قديم عشان نعرف نبني فيه بيت جديد على نظافة. بصوا كده على الحاجات دي: التسويف، تضييع الوقت في اللي ملوش لازمة، وأخطر واحدة فيهم كلهم المقارنة. إن الواحد يقارن بدايته بنهاية حد تاني ده أكبر ظلم. رحلة كل واحد فينا خاصة بيه، بنقطة بدايته هو وبظروفه هو. التركيز على رحلة غيرنا بيسرق مننا الطاقة اللي محتاجينها عشان نمشي في طريقنا إحنا. تمام، فضينا المساحة وظبطنا طريقة التفكير، دلوقتي جه وقت البناء. بس مش هنبني العمارة كلها مرة واحدة، لأ، إحنا هنحط طوبة واحدة بس. في مفهوم جميل قوي اسمه العادة المحورية أو الكيستون هابت. دي بتكون زي مفتاح الماستر كده، عادة بسيطة جدا لما الواحد بيلتزم بيها بيلاقي نفسه تلقائيا بدأ يعمل عادات تانية كويسة من غير ما يحس. زي اللي بيبدأ يومه بالرياضة بيلاقي يومه كله بقى منظم أكتر. المطلوب هو اختيار عادة واحدة بس، عادة بسيطة جدا نقدر نعملها كل يوم. مش مهم هي إيه بالظبط، المهم إنها تكون خطوة صغيرة لقدام كل يوم. العادة دي هتكون هي الموتور الصغير اللي هيشغل باقي المكنة بعد كده. والسر هنا بقى في الالتزام. ممكن نعمل تحدي صغير مع نفسنا، تحدي ال30 يوم. نلزم نفسنا بالعادة البسيطة دي لمدة شهر كامل من غير ولا يوم أجازة. بعد الفترة دي غالباً العادة دي هتكون بقت جزء من الروتين الطبيعي بتاعنا. وهنا بقى بنوصل لأهم نقطة في الرحلة كلها. مش مهم الواحد بدأ إزاي ولا كان سريع قد إيه، الأهم من كل ده هو الاستمرارية. الجملة دي لازم نحفظها كويس، الاستمرارية أهم من الكمال. محدش فينا مثالي، وهتيجي أيام هنكون فيها تعبانين ومش قادرين. ده طبيعي جدا وبيحصل لكل الناس. وأما الكمال هو اللي بيوقفنا، لكن الاستمرارية هي اللي بتخلينا نوصل. يعني لو متعودين نقرأ 20 صفحة وجي يوم مفيش طاقة خالص، نقرأ صفحة واحدة بس. لو متعودين نجري كيلو وفي يوم تعبانين نتمشى 100 متر بس. المهم إننا ما نكسرش السلسلة، إننا نعمل 1% أحسن 1000 مرة من إننا نعمل 0. لو في أي كلمة من الكلام ده لمست حاجة جوه أي حد فينا، فدي غالباً مش صدفة. دي ممكن تكون إشارة إن في جزء جوانا جاهز ومستعد وعايز يتحرك، ومستني بس الخطوة الأولى. ولو حاسين إن الرسالة دي مهمة وممكن تفيد حد تاني، فممكن تساعدونا نوصلها لعدد أكبر من الناس.
عشان نكمل الرحلة دي سوا ممكن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو في نقطة معينة لمستكوا اكتبوها في كومنت. دعمكم بيساعد المحتوى ده يوصل لناس أكتر ممكن تكون محتاجاه فعلا. في النهاية التغيير الحقيقي بيبدأ من جوه كل واحد فينا، ولما الواحد بيبدأ بنفسه صح الأثر بتاعه بيفضل وبيلمس كل اللي حواليه.